في قلب الهرم الأكبر كان في سر لو اتكشف هيغير التاريخ كله. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. الحكاية مش عن كنوز ولا ذهب، الحكاية عن لعنة روح المهندس الأول، المهندس العبقري اللي صمم الهرم بمعرفة محدش من البشر يقدر عليها. كان بيستخدم رموز غامضة وكلمات قديمة محدش فاهمها غيره. الناس كانت بتهتف باسمه، لكن الكهنة كانوا شايفين في عينيه قوة مش طبيعية. قبل ما يموت حط كل أسرار البنى في قلب الهرم في مكان محدش يقدر يوصل له، وربط الأسرار دي بروحه عشان تفضل ملكه للأبد. الأسطورة بتقول إن أي حد يحاول يكشف الأسرار دي روحه بتظهر له، مش بتظهر عشان تقتله، لأ، بتظهر عشان تخليه يكمل اللي هو بدأه، بتسيطر على عقله وتخليه مهووس بالبنى والأحجار والرموز الغامضة. أول واحد حاول كان عالم آثار مشهور، دخل الهرم وخرج شخص تاني خالص، نسي اسمه وعيلته، وكل اللي فاكره هو تصميمات ورسومات غريبة. فضل يرسم على الحيطان أشكال محدش فاهمها لحد ما اختفى. النقش اللي على الحيطة كان بيقول إن الروح بتختار وريث ليها. الكهنة كانوا عارفين السر الخطير ده وحاولوا يخبوه بطلاسم قديمة، لكن قوة روح المهندس كانت أكبر من أي تعويذة. كان بيشوف بناء الهرم مش مجرد مقبرة، بل بوابة لعوالم تانية، عوالم فيها قوة عظيمة تقدر تبني حضارات وتهدها في لحظة. السر الحقيقي اللي كان مخبيه هو مفتاح البوابة دي، اللي اكتشفوه جوه المقبرة غير كل حاجة كانوا يعرفوها عن الفراعنة. اكتشفوا إن الهرم نفسه كائن حي بينبض بأسرار المهندس الأول، وإن اللعنة مش عقاب، دي كانت طريقة عشان يحمي معرفته من اللي مش هيقدرها. المعركة الحقيقية ما كانتش ضد لعنة، لكن ضد فضول الإنسان اللي ممكن يدمر كل حاجة. في اللحظة دي كان لازم يختاروا بين كشف السر أو الحفاظ على العالم زي ما هو. السر المدفون تحت الأهرامات لو طلع للنور هيقلب الدنيا، وده كان عظمة الفراعنة، قدرتهم على بناء ألغاز تعيش آلاف السنين. روح المهندس لسه موجودة، مستنية الشخص اللي يستحق يعرف السر. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.